الراجل يا اخواتي واقف عمال يتكلم معايا ومش مصدق اللي انا بعمله في وجوده وفي غيابه، عادي مفيش اي مشكله. ومن موقعي هذا حابه ان انا اوصل رساله لجوزي الحبيب، او اي حد تاني ممكن يكون بيشوفني او هيشوف الفيديو بتاعي بالصدفه. لو لقيت المدام بتاعت حضرتك، يا ابو عمر الكلام لك قبل اي حد، قاعده يعني ايه مستقنيصه بعد يوم طويل، او بعد ما انت ما جيت من الشغل فحاسه ان الحمل هيخف من عليها شويه، او دوشه العيال او العيال هيشبطوا فيك حبه وهينسوها كده، عارفين اللي هو تريح دماغها تفسي دماغها كده شويه يعني. ما تتضايقش وما تزعلش وما تشوفهاش ست مهمله، ما تقعدش تتهمها ان هي قاعده طول اليوم على التليفون وسايبه بيتها يضرب يقلب والكلام ده كله. يمكن هي حابه تشوف حاجه تضحكها، حاجه تفرح قلبها، حابه ان هي تنفس عن نفسها شويه، بما انها ان هي ما بتخرجش ولا بتشوف الشارع ولا بتكلم حد من صحابها اللي كانت يوميا بتخرج وبتعمل كل ده، ما بقتش تعمله بسبب طبعا دوشه العيال والتزاماتهم واحتياجاتهم اللي ما بتخلص والمسؤوليه الكبيره اللي على كتافها. وحضرتك لما بتيجي ممكن تشوفها في وجودك بدأت ان هي تتنفس، فشايفة ان هي بقت ست مهملة ومش بتعمل اي حاجة من الحاجات دي. لا بالعكس، الستات بتتعب جدا. وطبعا انا مش بقول ان انا بتعب او بنسب الحاجه دي لنفسي، لا انا بتعب قوي 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 كمان. يعني انا مش بس بقول، لا انا بقول جاي اللهم لك الف حمد وشكر لك يا رب، ده مش حالي لوحدي، ده حال كل الستات عامه. فعاوزاك يا ست الكل، لو انت جوزك بيشوفك مهمله، يعني اتمنى حتى ان انت يعني خدي بس اللقطه الاولانيه دي وخديها كده وابعتها له. هي جت صدفه ان يعني هو لما هو جه شافني كده، انما انا بعمل كده في وجوده وفي غيابه، او حتى من بره الكادر او من قدام الكادر عادي. الحركه دي انا بعملها من زمان جدا. فالمهم، خلينا نقول كده يا مساء الحلويات على احلى اخوات في الدنيا، بحبكم في الله، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيب الله. بشارككم يومياتي بكل تفاصيلها زي ما انتم متعودين معايا. فعاوزاك يا ست الكل يا قمر انتي تحطي اللايك الجميل بتاعك وتشيري الفيديو في كل مكان، ولو انت جديدة اشتركي في القناة وفعلي زرار الجرس عشان يوصلك زغروطة من قناتي البسيطة، اليوميات اللي على طبيعتها، اللي ما فيهاش اي افتكاسات او اختراعات او حاجات خارقة للتوقعات. يعني اشتركي في القناة وادعي لي دعوة حلوة كده من قلبك في التعليقات، وشير الفيديو في كل مكان. بصوا بقى يا بنات، لولي ربنا يا رب يحفظها لي هي واخواتها، ويا رب يشفيها ويشفي كل مريض يا رب، ويحفظ لكم اولادكم ويرزق كل مشتاق للذريه الصالحه اللهم امين. عايزه اقول لكم ان هي طبعا كانت داخله على الدور اللي هي فيه دلوقتي، فكانت اريوفه وزمزوقه جدا، وكان بقالها فتره على كده. انا مش عارفه اعمل حاجه، مكنتش عارفه اغسل مواعين، مكنتش عارفه اعمل اكل. ومن قبليها برضو كنت طالعة لايف بس للأسف مسحته بسبب مشكلة في القناة يعني. برضو كنت في نفس وضعي ده، اللي هو شايلاه على كتفي، حطاها كده في الشيالة عشان اعرف اغسل مواعين، وكان عندي مواعين كتير جدا، وقعدت احوش فيها طول اليوم وعمالة اقول طيب هتنام وهعمل، هتنام اتاريها هي يا عيني من كتر التعب اللي هي داخلة عليه، هي مش عايزة تنام لوحدها، هي عايزة تفضل دايما متشالة وفي حضني، مش اي حد يشيلها. يعني باباها حاول ان هو حتى ياخدها، هي مش راضية، مش راضية، عمالة تعيط، وعياط بحرقة، وعياط جامد قوي، يعني عياط عارفين اللي هو يعني طفل بيتوجع، مش عياط طبيعي، مش عياط اللي هو عياط دلع ولا تنيئة كده اللي هي منيئة وخلاص والموضوع يروح لحاله، لا، عياط يعني عياط بغباء. بس فقررت ان انا اجهز العشاء زي ما انتوا شايفين، وللاسف الشديد ما حلفنيش الحظ ان اعمل العشاء قبل ما هو يجي، بسبب اني يعني ما كانش عندي حاجة تتعمل، ولله الحمد، الحمد لله من فضل ربنا ونعمه علينا ان هو بقى جاب لي حاجات تتحط في الديب فريزر وكده. فقررت خلاص ان انا هنقي اسهل اكله فيهم واعملها اختصارا للوقت، وان خلاص اختكم كانت مهبطه انا حرفيا يعني. يعني الوجبه الاساسيه بتاعتي اللي باكلها في يومي كله هي وجبه العشاء دي. وبالنسبه لي انا لما اقول عشاء اعرفوا على طول ان هو سحور مش عشاء، يعني نور مش هتتعشى الساعه 7 8 11 بالليل، لا، انا يا اخواتي بكون بكلمكم في 2 3 بالليل، والله اعلى واعلم، يعني ممكن يبقى بعد كده كمان، ومش بقول اي كلام وخلاص ولا بهول. يعني احنا احيانا بناكل وقت الفجر، عارفه ان هو غلط ومش صحي وحاجات كتير، بس كل واحد وظروفه بقى. المهم يا اخواتي، جاب لي كان جايب لي لحوم يعني وكده من الجزار.
فكان قدامي اختيارين، يعمل سجق، والصراحة كنت حاسة بالنسبة لي ان هو سليق بقى وحركاته وبتاع ومش عارفة ايه وتقطيع طماطم، حسيت ان هو ايه يعني ليلته هتطول معايا اكتر. فقلت لا، خليني اعمل الكفتة على السريع كده. وبدأت ان انا ابشر بصلتين، هما يعتبروا وسط لان ما شاء الله اللهم بارك هعمل الكيلو كله. الاكل انا بعمله يا بنات، ما بقول مادام واقفه واحده يعني خلاص دخلت وهعمل اكل، يبقى اعمل ايه الكميه كلها على بعضها عشان تنفعني تاني يوم وبنوتي تعبانه فموقفش كتير، يعني الاكل يبقى على التسخين على طول. انا عارفه ان انتوا في الاخر هتتصدموا من شكل الاكل، بس والله يعني يا اخواتي سبحان الله الاكل ده بيبقى اذواق، وفي حاجات كده معينه معرفش بحس ان انا بستطعمها بالشكل اللي انتوا هتشوفوه ده. المهم بشرت البصل وحطيت عليه ملح وفلفل اسمر، بس كده بس كده بس كده. ما هي اللحمه المفروض تدينا الطعم اللي احنا مستنيينه، مش التوابل الكتير ولا الحاجات والحبشتكنات الكتير اللي بنحطها وتوابل الكفته وتوابل، لا لا لا، هي والله العظيم ملح وفلفل اسمر بس، مش حاطه اي حاجه تانية على البصله طبعا. ودعكتها كويس جدا لغايه اما البصله نزلت العصاره بتاعتها، ونزلت عليها بكل كميه اللحمه ودعكتها كويس قوي. هو مش قوي يعني، كان في قطع كده من اللحمه تحسوا ان هي حمرا زي ما هي، لسه ما وصلهاش البصل ولا التتبيله. بس والله يا بنات مش عارفه وكان حافظها فين، يعني تقريبا كانت محطوطه في تلاجة ولا ايه، فكانت ساقعه جدا على ايدي، حسيت ان ايدي اتخشبت يعني وانا بدعكها في بعض كده، حسيت ان هي كانت ساقعه قوي لدرجه ان انا اصلا مش مستحمله امسكها. المهم بدات اصبحها، عارفه ان انا عامله الصباع ما شاء الله عملاق، وتحسوا ان هو يعني ايه يعني قد كلوة ايدي كده، بس لا يعني هو هيكش يعني لسه حجمها هيقل. فالناس اللي بتقولي يا نور حطي بيكنج باودر او بقسماط، انا جربته ما عجبتنيش، يعني جربت وما حبيتهاش كده الصراحه. ما حسيتش ان انا باكل الكفته اللي انا متعوده عليها. الكفته اللي بتبقى معموله في البيت بتبقى مميزه بطعمها وشكل اللحمه نفسها وقطمتها كده في البق، بتبقى بتاكلي كفته بيتي، مش بتبقى يا بنات. مش عارفه اوصف لكم احساسي لما جربت البقسماط والبيكنج باودر، بتبقى تقريبا منفوشه او مش قوام اللحمه اللي احنا متعودين عليها في الكفته العاديه. معرفش، انا حسيتها كده، ممكن اكون غلطانه او كترت مثلا البقسماط او البيكنج باودر، والله ما اعرف. بس لا يعني كنت حطيت حاجه كده بسيطه بطرف المعلقه، وحطيت عليها على النص كيلو معلقه كبيره من البقسماط، فغالبا الكميات مش كتيره بالنسبه لكيلو لحمه. يعني لو انا هعمل كيلو، معلقتين بقسماط وبطرف المعلقه كده حاجه بسيطه بيكنج باودر تقريبا. يعني انا كنت عامله الكميه كده، لكن ما عجبتنيش. حتى لما جيت اعمل بيها الاكله اللي انا متعوده اعملها، اللي هي صينيه بطاطس بالكفته، اللي متابعني كويس يبقى عارف الاكله دي. وعايزه اقول لكم ان في ناس كتير اعتمدوها في اليوم ده. ابو عمر كان طالب ان انا اعملها، بس للاسف ما كانش عندي بطاطس، وقال لي ان هو هينزل يجيب. قلت له لا صراحه مش هسيبك يعني تنزل وتسيبني بالعيال لوحدي، لين فعلا كانت تعباني جدا يا بنات في اليوم ده. المهم يعني ما طولش عليكم يا اخواتي، قولي لي طولي براحتك واحنا سامعينك ولا يهمك. مش عارفه يعني ممكن ابقى اجربها ما اعرفش، مش عارفه، انا حباها كده اللي هي تبقى كفته صافي معلاش اي اضافات، بحس ان ده طعم اللحمه وطعمها بيكون خطير الصراحه. المهم يا بنات انا كده حطيتها، وحطيت معاها معلقه كده من السمنه كبيره شويه، وبدات اسيبها هي بكت الميه بتاعتها وكشت طبعا. يعني حاولت ان انا اوريكم حجم الصباع بقى عامل ازاي. وبعد كده بنزل عليها بكميه الميه اللي هتستوي عليها، ميه مغليه غليتها كده في الكتل ونزلت بيها، وبس هسيبها بقى لغايه اما تستوي. والصراحه انا اهي بصوا حجمها بعمل ازاي. الصراحه يا بنات انا سهيت عليها، مش هخبي عليكم، المفروض اسيبها تتحرمش، بس هتشوفوا شكلها بعمل ازاي. يا لهوي يا حنتي يا حنتي يا حستي انا ياما الاكل اللي انا يعني هناكل ما فيش بديل بداله، يعني مفيش غيره، اتحرمش مني قوي. بس والله طعمها كان خطير، وهتشوفوا ان هي جوسي قوي، وانا بحبها ان هي تتلسع حاجه بسيطه، انما ما تبقاش كده. بس مش مشكله، العيال والله كانوا مطلعين عيني في اليوم ده، فالحمد لله ان انا لحقتها. انا عايزه لكم ان انا يعني ايه لحقتها كده الصدفه، اللي هو داخله اشقر عليها عشان كنت حطاها على عين عاليه عشان تستوي بسرعه، لقيتها بقت بالشكل اللي انتوا شفتوه ده.
المهم سخنت بقى العيش كده في الميكروويف، وبوريكم ان هي جوسي وطريه قوي وتحفه الصراحه. ابو عمر بقى وهو جاي كان جايب لنا سلطه، قلت خليني اجربها، سلطه جبن طعمها خطير، طعمها حلو قوي، حبيتها. وحبيت ان انا اكل يعني اكلها كده مع الكفته، وطعمها الصراحه عجبني، بقينا ناكلها كده بالكاتشب والسلطه دي. والحمد لله يعني اتقضت والله يعني. الحمد لله اي حاجه ساتره البيت بتبقى تحفه وطعمها بيكون حلو جدا، بالذات لما الاكل بيطلع من على النار على الاكل على مش طول، اللي هو اكل وهيتسخن، اكيد انتوا فاهميني، واكيد في زي كتير. المهم يا اخواتي ان انا مش قادره اوقف اكل بالسلطه دي، وعماله اقطع في الكفته وكلها كده، طعمها كان خطير، وما شاء الله كميتها كانت كبيره وكفتني لغايه تاني يوم. عاوزه اقول لكم بقى يا اخواتي ان مقطع الفيديو ده لولي، حاضر، مقطع الفيديو ده للولي وتيتويا كده قبل ما لولي تتعب على طول. الاطفال بالذات في تحت سن السنه بيتبلوا في لحظه، مش هقول لكم في يوم ولا في يوم، في لحظه. ممكن تكون يعني يكون الطفل او الطفله قاعدين بيلعبوا عادي، في لحظه تلاقي بصوا اتشقلب حالهم. ربنا يا رب يحفظ اولادنا ويعفي عنهم، ويا رب يرزق كل مشتاق للذريه الصالحه، اللهم مش عارفه المفروض اقول لكم كده ولا لا، بس انتوا شايفين ادي تيتويا قاعده وماسكه الساندوتش وقاعده على الارض بتاكله، والطبق بيبقى محطوط جنبي على الكومود، عشان هي ممكن ترمي الساندوتش ده من هنا لهنا لهنا لهنا، وفي الاخر ما تاكلهوش اصلا، يعني تاخد منه قطمه كده وترمي الباقي. كنت نزلت مقطع ريلز عندي على البيج بتاعتي، عايزه اقول لكم ان الناس ممكن تكون سابت كل حاجه ومسكت ان ازاي بنتك ماسكه الساندوتش وطالعه بيه على السرير. حبيبتي والله انا ببقى حطاها في الارض يا روحي، انا ببقى حطاها زي ما انتوا شايفين كده. فالاطفال بيبقى صعب ان هي بتشوف ان عمر بيعند وبيمشي اللي في دماغه، فهي كمان طالعه على نفس السيستم بتاعه. فالله المستعان، ربنا يعيننا جميعا، ويا رب يحفظ لنا اولادنا وبس. والله ده كان فيديو النهارده، ما تنسونيش بدعواتكم، تحطوا لايكات كتير للفيديو، واسيبكم في حفظ الله ورعايته، ومع السلامه.